الدنيا قايمة على آية عبد الرحمن اللي بتقدم برنامج دولة التلاوة علشان هي واحدة ست بتقدم البرنامج. فكاملين العقل والدين اللي موجودين معانا شايفين ان دي حاجة بتقلل من هيبة البرنامج، وان ما ينفعش وما يصحش، والمفروض ان الراجل هو اللي يقدم البرنامج. والستات اللي هم شايفين نفسهم جواري ومصدقين ان هم درجة تانية، اللي رسخ المجتمع في دماغهم الكلام ده، شايفين ان برضو المفروض ان في راجل هو اللي يجي مكان آية ويقدم البرنامج. كاملين العقل والدين مبرراتهم في ان آية موجودة فانها قاعدة في وسط رجالة فهي كده هتفتنهم. كامل العقل والدين مش هيقدر يمسك شهوته ولا هيقدر يمسك نفسه قدام واحدة محجبة، عشان هو ما مش هيقدر يعمل حاجه زي كده. والست اللي شايفه نفسها درجه تانية وشايفه نفسها جاريه وبتكره نفسها وجنسها لان هي للاسف اتربت كده، مش قادره تصدق ان في واحده غيرها من جنسها ناجحه وشاطره ومثقفه وطالعه بتتكلم في برنامج وبتقدم برنامج من اهم البرامج اللي موجوده دلوقتي. فهي كمان بتهاجم وبتقول لا مش عايزين آية عبد الرحمن او مش عايزين ست عموما موجوده في البرنامج. كفايه قرف، كفايه تخلف، كفايه خطاب ديني موجه للستات بس ان انتوا درجه تانية وجواري وملكوش اي حق. انتي مش كماله عدد يا روح قلبي، انتي مش واحده جايبينها للخدمه وان انتي تتمرمطي وان انتي محطوطه في مكان معين وبس والسلام. سيبي الكلام اللي ان احنا اتربينا بيه زمان ده، خلاص عفى عليه الزمن والدين وربنا يعني بريء من الكلام اللي للاسف بعض الشيوخ، وللاسف لحد النهارده الشيوخ دي موجوده وبتاكد على الكلام ده، وفي للاسف كتير منساق وراهم. فكفايه كفايه كفايه بقى، كفايه مجتمع مليان تخلف، كفايه مجتمع بقى مليان افكار شاذه، كفايه بقى بقينا بنشوف حاجات مش طبيعيه للاسف بوعظ ديني، والدين بريء من كل الكلام ده. آية مثقفة وشاطرة وجميلة وشيك وفيها كل المواصفات اللي تأهلها انها تبقى واقفة في البرنامج ده، وواحد ما عندوش ربع ثقافتها وماسك بس كيبورد على الموبايل بتاعه وعادي يتكلم ولا ويدي في نصايح كمان مين يدي يقدم ومين ما يقدمش. فكفاية بقى، كفاية بقى قرفتونا.